الو ايفا، أهلا أستاذ نبيل. كيف الأولاد؟ كتير منيح. يحن بجنينة. وليش أنت مش معهم؟ أنا عم بجيب لهم حفاضات. مين في معهم برا؟ الكل، لؤي وسلمان وسليمة. ورودولف؟ ما شفت الأستاذ رودولف اليوم. تحب أرجع أتصل فيك لما أصير بجنينة إذا بدك تسمع صوتهم؟ لا مش ضروري، أنا ماني مأخر بالشغل، هلا برجع وبشوفهم. أي ساعة جاي أستاذ؟ يي؟ شو هالسؤال هيدا؟ ليه؟ ماشي. بعتذر إذا زعجت حضرتك بسؤالي. هي يعطيك العافية. شو فيها يعني إذا سألتك أي ساعة راجع؟ بس ليش معصب أنا؟ عرفت أنا اللي حلاقيك هون. سؤال؟ شو عم تعملي هون؟ اتصلت بالبيت قالوا لي إنك بالشغل وهلأ بريك الغدا. المرحومة كانت تخبرني إنه أنت بوقت الغدا بتجي بتتغدى هون لأنه المطرح قريب على الشركة. أنا حبيت إنه هيك إجي حتى نقعد سوا، بركي نقدر نتساير نتحدث هيك ونتسلى ناكل سوا. حياة حبيبتي، بعتذر إنه مرق 5 دقايق ما فكر فيكي. هيدي أول مرة بتصير معي. اهلا استاذ رودولف، تفضل. هاي. هاي. أنا اليوم بعد ما شربت نسكافيه. ليه؟ لأنه اللي بالعادة بيعمل لي أطيب نسكافيه ما تصبحت فيه أنا وجاية على الشغل. تو باد. زعلان مني؟ لا، ليه بدي ازعل؟ لأنه وصلني خيك. رودولف ما معك حق تزعل، خصوصي انك بتعرف اني عم جرب اعمل المستحيل ليرضى علي الاستاذ نبيل يلي بضل مش طايقني، فمش معقول يعرض علي يوصلني على بيتي قل له لا. بس قلتي لي إلي لا. انت غير شي عن خيك، انت شاب متحضر مهضوم تاخد وبتعطي، ما عندك عقد، وانا معك بكون على راحتي اكثر. لو بيعرف نبيل رأيك فيه مش بس بيعاملك برودة، بيتأكد موتور جاي وصلك بلا رجعة. اوعى تجيب له سيره. معقول قل له المربي اللي مشغلها عندك تعتبرك اولد فاشند وانسيفيلايزد ومليان عقد؟ انا ما قلت عنه هيك. ما تعتنم، سرك راح يكون ببير غميق. ثانكس. مش رح تقولي لي لوين اختيني؟ كيف بدها تكون سوربريز؟ طيب شو ما تكون السوربريز اللي عملتيها، اعملي لي اياها بعد الاكل بشرفك مخوره جوع، وما تاخديني على البيت لانه زهقت اطلب دليفري من عند ابو نعمان. ما اساسا اخدتك على مطعم، هونيك فيكي تطلبي شو ما بدك. لا شو خرجك تخبي سوربريز اختي؟ لا يا زكيه، سوربريز مش المطعم، سوربريز رح تكون بقلب المطعم. اوكي. نايم عند صاحبي. ليه تركت البيت؟ تخانقت مع بيي وهلأ قاعد عند صاحبي. اف. قديه ناوي تبقى عند صاحبك؟ ما بعرف. بسيطة، بكرة بترضى انت وبيك وبترجع
عالبيت. بيي اوريدي بيكون سافر ونسي اني ما سربت هالقد؟ واكتر وحياتك. بيي من وقت اللي هربت امي مع رجال تاني، وهو كل همه يجمع بهالمصاري تيصير بغنى الرجال اللي هربت معه. حتى انه تخيلي تجوز مرة تانية تكيف فيها وبعت لها كارت، بس اكيد ما اجت. المصاري ما بحياتها عملت عالم. يا حي امي صارت غنية وما عندها جنس الاحترام. بيي لازم يكون غني بمحبته لأولاده مش بمصرياته. معك حق. محبة ما بتتعوض بكنوز الدنيا. بعدك على الكمبيوتر؟ يلا يا زلمه قوم البوس الشوفير ناطرنا. يا زلمة قلت لك ما إلي جلابة. يلا انجا نلحق نحضر الفيلم ونروح على سهرة ديفيد. بعدك اونلاين؟ كمان الليلة في سهر. ايه شو في ورانا؟ بكره ويك اند ومدارس ما في. انا كل ليله بالسهر، لو ما هيك كنت بطق من الزهق. هلو يا محتال بعدك عم تحكي مالك شو حلوه. ليك عندها شي اخت بتشبهها؟ سوري، هلأ صاحبي فات على الأوضة وشاف صورتك وندوخ وبده يسألك إذا عندك أخت بجمالك لتعرفيه عليها. ما بصدق سألتها؟ عندي بنت عمي أصغر مني وحلوة اسمها بوسينة. الا تعرفني عليها تقبلها؟ بيقدر يتعرف عليها؟ صاحبي شاب حلو وغني وخرج رازق. بسألها إذا قالت أوكي رح ببعتلك إيميلها. يس. شو رايك موسيقتي؟ انا ما بفهم كتير بالموسيقى. الموسيقى ما بدها فهم، بدها احساس. لما اقدر اخدك من مطرح لمطرح بموسيقتي بتكون موسيقتي حلوه. ايه هو للمطرح انا حاليا بغير مطرح تماما. شفتي؟ يعني موسيقى اثرت فيك. طيب خبريني بهالمطرح كنت موجود معي؟ الله يساعدني عليك. ايه اجت سعاد. خي ما تاخرتي، وصلتي بوقتك. الاولاد لحني مع سليمه، ساعديها فيهم بليز. اوكي. سوري بس انا مضطره امشي لانه عندي موعد مع حكيم اسنان، ما بقى في اتاخر. يي ما كنت بدي اعرفك على فريق المجد جايين ليله تعشوا عند خي نبيل. دوماج، كنت حابه كتير اتعرف عليهم لانه بحبهم كتير، بس عن جد ما بقى في اتاخر على موعد الحكيم. يلا باي. طيب خليني اوصيك على المدخل. لا ما عليه. لا ما بعرف شو سرك، بس بحب اقضي كل دقيقه معك. مشي. نسيت، بدي فوت على التواليت. عالم الشباب. هاي مان جود. شو؟ ريحة مشاوي ما لسه عليه. على فكرة نبيل بعد ما وصل. أول مرة بزوره ببيته. ليكو بليز خلي هالقعدة تكون على أخبار الفريق بس، ما حد يسأل عن مرته، ما بدي ارجع اتذكرها بليز. بطاطا الهم. وين البيرة؟ يلا فوتوا القعدة برا بجنين. على فكرة فريد وين؟ لحقنا.
لوين؟ حلو ايه نقصني فلي بكير. تسمح؟ الأستاذ رودولف طلب يشوفك بجنينة قبل ما تفلي. ما بقدر، تأخرت، عندي موعد مع حكيم سنان. حرج علي ما خليك تفلي قبل ما يشوفك. ولك يا عمي عم بقول لك تأخرت، قل له انك وصلت لعندي كنت انا فليت. ما بحب كذب. لؤي بليز ضروري فل. هيئته وصل الأستاذ نبيل. دخيلك لؤي دخيل اجريك لازم تفل ضروري فل. مش قبل ما تقولي لي الحقيقة، ليش بدك تفلي؟ لأنه في لاعب من فريق المجد كان صاحبي، ما بدي اياه يعرف اني عم اشتغل بيبي سيتر. مش عم بقدر صدقك. هدي هول بيطلعوا شي $500، خبيني هلا قبل ما يجي الاستاذ نبيل. ولك عدهم بعدين. 500. تفضلي. اهلا استاذ نبيل. اهلا لؤي. فريق المجد وصلوا وقاعدين بجنينه مع استاذ رودولف. الاولاد وين؟ كمان بجنينه مع سعاد. ايفا؟ ايفا درسها عم يوجعوا برمان، راحت عند الحكيم. اوكي مش مشكله. صار فيك تفلي. تانكس، ما رح انزل لك الخدمه اكل حياتي. اوكي. مضطر سافر بكره، ما قدرت اجلت مثل ما سمعتي، بس وعدوني بهالاسبوعين بيخلصوا لي معاملات نقلي على لبنان، وهيك بضل حدكم. تشوفي اخرتها مع جيل. شو رايك؟ روح لعند صاحبه الليلي بحكي قبل ما اسافر. جرب، مع اني بشك انه يرضى، صبي عنيد. رح جرب، على القليل بطمن بالي عليه وبعطيه شويه مصاري، لانه اكيد صاحبه مش تعي لهون. في افهم هالكريزه اللي عملتيها بالمطعم؟ صرنا بالبيت. خبريني. ما عم صدق حطيتيني بهيك موقف مذل. انا اذا عم جرب حسن لك دورك بالمسرحيه بكون عم زلك؟ اكيد لما بنعطى دور بطوله بس لاني اخت صاحبه للمنتج، اكيد هيدي اهانه واكثر كمان. اوه شو بكو لشو هالصريخ؟ تعي اسمعي بنتك شو عم تحكي. رفضت دور البطوله بالمسرحيه لانه انا وعمر دبرنا لها الدور. شو؟ وليه في حدا بيرفض دور بطولة مسرحية وكل البنات متمنيين عليها
وليش شو جنسك انت وليش شو جنسك انت؟ ليكي يا ماما ما تمدي ايدك عليا، عم نحكي ونتناقش. انا مش ممثله ولا حلمي كون ممثله، انا رضيت بهالدور لانه بدي بلش اشتغل وطلع مصاري من عرق جبيني. انا مهنتي مش التمثيل، الكتابه، التعليم، بس مش رح تكون التمثيل. نحن معك، بس لحقتي وبلشتي اشتغلي شي حرزين من الاول. هيدا رايك انت اختي، تفكيرك انت مش تفكيري انا بدي اعيش حياتي بكل بساطه، بنظافه وبلا عقد، بدون وصايد كمان. بدي اعيشها مثل ما الله رايدها تكون. بتكوني عم ترجعي الذات يا بنتو، انا ما معي خبر، او داخلي بشي جمعيه خيريه او بشي اخويه بالمدرسه. ماما الايمان بالقلب مش بالجمعيات، مش كل واحد بيروح على الكنيسه او الجامع بيكون مؤمن. مع انه كنت اتمنى لو عودتوني على هالممارسه بس حظي قليل، شو بدي اعمل؟ هلك عم تسمع اللي عم بسمع ولا العرقات مضروبين؟ لورا هيدي حياتك وانت حرة فيها. سوري اذا تدخلت. سوري اذا تدخلت. وليه كيف بتخلي اختك اللي اكبر منك تعتذر منك؟ ايه وليه شو جنسك انت؟ وليه شو جنسك انت؟ مش رح اوعى فرجي. اف يعني زمطتي على القد. خي قطوع ومرق. قلت لك انتبهي يا انجو، اللعبه اللي عم تلعبيها كثير خطره. لا ما عدت معصبه، خلص ما بيي وتعودت على طريقه تفكيره. المهم حياتنا انا وفرانسوا. ايه اوكي بيوصل. طيب حبيبتي يلا بشوفك بكره ان الله راد. باي. بتسلم عليك انجو. شو كانت نصيحتها لإلك؟ انه ما رد على حدا ونتجوز واعمل اللي انا بريحني، وهذا اللي رح اعمله. فرانسوا انا صرت بالشهر الثالث ونحن لازم نتجوز بسرعه قبل ما يبلش يبين علي الحبل. بدك نسافر ويك اند على قبرص نتجوز مدني؟ هيدا اسرع حل. بعدين انا برجع على فرنسا بقول لهم لاهلي يجوا يتعرفوا عليك وعلى اهلك اذا حبوا. المهم نشرع علاقتنا ونضمن حقوق البيبي. مش من رايي انت؟
عيون الشباب وهي بحالها مغرورة وهي بحالها مغرورة وهي بحالها مغرورة وهي بحالها مغرورة سابق للكعب العالي هوا غربي وشمال النور بها شموس وبلوزتها بتلالي لالي 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 لالي. مساء الخير. هلا. هون بيت شادي عسال؟ نعم. أنا بيو لجيل صديقه لشادي. هلا. جيل موجود؟ لا. ظهر مع الأستاذ من شي ساعتين رح يسهر. بتعرف لوين؟ شكرا. إذا سمحت بركي بتعطيه هيدا الغرض. حاضر. بتقول له هيدا من بيك. حاضر. شكرا خير. And now the end is near. The end is near. So I face. And so I face the final curtain. The final curtain. My friend. My friend. I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. I've lived a life that's full. A life that's full. I traveled each. I traveled each and every highway. And more. And more. Much more than this. I did it my way. Yet there were times I'm sure you knew when I did all that I could shoot. But through it all, when there was dark, I ate it up
and split it on. I'll face it on. And dice the storm. And did it my way. يا ست أنجو، ما عرفتك. هالقد مغيرة؟ ايه كيفك؟ الحمد لله منيحة، كيفك انت؟ ماشي الحال، وين أهلي؟ هي هون بالجنينة عم بيتغدوا. اوكي. طيبين سلم هالدقيق. ايه هاي. يي أنجو شو هالمفاجأة، شو هالمفاجأة يا حبيبتي انت، يا حبيبتي يا حبيبتي. روحني اشتقت لك. منيح ما كنت مسافرة لك يا أمي. كيفك بابا؟ مثل الشمس عم بشع نور وحياة. إن شاء الله دايما هيك. كيفك أندري؟ اشتقت لك قليلة. ميرسي. هي ريحة أكل دخيلكم، أعطوني شي صحن مخورة جوع، اشتقت لأكلك مام. فيكي شي مغير ما عم بعرف شو هو. رجعت منورة مثل الشمس. لك شو قصتك يا بابا أنت وهالشمس؟ خليها تغيب شوي لنعرف نحكي. اشتقت لكم، اشتقت لجلساتكم، اشتقت لأخباركم. خبروني كل شي فاتني من لحظة اللي غبت عنكم. أندري خيك بده يتجوز. العمل ايه؟ عادة بيسألوا مين مش ليه. بعرف انك عم تظهر مع لين، بس ليه بدك تتجوزها؟ لأني بحبها مثلا. كبر عقلك خيي، بعد في حب بهالأيام؟ ليكو أنا مين عم ناقش أصلا؟ أختي اللي معتبرة الرجال ما كانت تفقس أولاد، وغير هيك ما قالوا لزوم بالحياة. وأكبر برهان كتابة رجل يا أم الكلب، شرفكم ما كان معهم حق يسحبوه من السوق. ايه بس هيدا بالوقت اللي كانت تركي خطيبة جديد. بليز بابا ما بدنا نرجع لهالسيرة. خيي رأيي وبتعرفه، بعدين هيدي حياتك اصطفل، أنت حر فيها. يعني ما رح تجي على العرس؟ لا وقتها هلا، شو أنت رح تتجوز بكرة؟ خد وقتك خيي، خد وقتك وكتر، لاحق. دخلك ماما؟ حضرتي لي السي ديز اللي قلت لك عنهم؟ خي خلصت المعزوفة الأساسية للفيلم. هيدي خبرية حلوة، يعني صار فيك ترجع على لوس أنجلوس وبالك مرتاح. عم فكر ضل بعد شوي. خيي أنا صرت منيح، إذا رح تبقى هون كرمالي عن جد أنا رجعت على شغلي وبعد شوي راجع على الفريق. بعرف، بس هالمرة مش كرمالك. كرمال مين؟ كرمال إيفا. عجبتني البنت وبدي أجرب حظي معها. حبيتها؟ أكيد لا. بدك تتجوزها؟ إذا ما حبيتها كيف بدي أتجوزها؟ لو يتركنا لحالنا بليز. رودولف، انت خيي وانا حافظك عن الغايب. اذا بدك تتسلى تسلى برا بيتي مع بنت ما تكون موظفة عندي، واضح؟ يعني لو ما بعرفك منيح خيي كنت بقول عنك غيران. بلا سخافة. انت شاب بالنسبة لك البنات كلهم تسلية، كل عمرك عايش هيك. وهلا جاي تربيني. انا مش جاي اربيك، انا عم جرب اقول لك انه بالحياة في شيء اسمه حب، علاقة طويلة الامد، في شيء اسمه احترام للبنت يلي بتظهر معها. بالنسبة لك نبيل، انت اللي حبيت مرة واحدة ومرة واحدة وما خنتها بحياتك، مش رح تعرف الفرق انه يكون عندك اكثر من صاحبة. بعكسي انا يلي عشت الفرق وانبسطت فيه ومش ناوي غيره. هلا اذا علاقتي مع ايفا بتزعجك انا بوقفها، بس بدك تعطيني جود ريزونز توقفها، واذا لا فانا بطمنك ما رح افرض عليها شيء هي ما بدها اياه. يا ريت بقدر اسمع شو عم يحكوا، الظاهر عم يتخانقوا على ايفا. منا هيني ابدا هالايفا. حلوة هالملعونة. دخلك؟ مش احسن الاستاذ نبيل تعجبه وحدة، احسن ما يضل يقسان يأسنا معه؟ الله يرحم مدامته، الحياة بتوقف عند الميتين بس ما بتوقف عند العايشين. عم بكتب ليل ونهار، ولك عم بستغل كل دقيقة فراغ عندي اياها لاكتب. ليش شو عندك وقت غير الفراغ بقعدتك بهالشلة؟ اي معك حق.
شو بده يكون عندي يعني؟ ما انا يا عم بقضيها قاعده على الصوفا ملقحه عم بكتب، او بطلع على المطعم هيك بغنش حالي باكل السي فود. والله عم بقضيها ريلاكس، ما في احلى منه. ومش رح تخبرينا عن شو بتحكي هالقصة؟ لما بخبر شو بكتب وبرجع بقرا اللي كتبته بحسه سخيف. مشان هيك هيدي القصة رح خليها سر لوقت النشر. بفهمك. يعني رح تقدر تسلمي كتابك على الوقت هالمرة؟ أنا أكيد رح تكون القصة روعة مثل كل مؤلفاتك والناس رح تنطرها. عفوا، عم تروح على التمرينات؟ عم تشوفوا للدكتور شاهين؟ مثل العادة عم بتمرن 3 أيام بالجمعة. ايه عم شوفه. قال صار متلفن لك 3 مرات وما عم تردي عليه. بتعرفني خيي، أنا هالفترة مركزة على الكتابة، ما إلي جلاد بطق الحنك. استجيل استجيل. عم بحلم وفي حدا عم بعيط لي استاذ. لا استاذ، حضرتك مش عم تحلم. قال لي الاستاذ شادي توعيك. ايه مزبوط، انا ببيت شادي. اخي راسي ليك، راسي تقيل. استاذ حضرتك سربت مأخر من السهرة وانا ما شفتك. هذا المغلف لحضرتك من بيك. بيي؟ لا اجا لهون؟ اجا امبارح سأل عنك وقال لي اعطيك الغرض. قال لك شي غير هيك؟ لا. انا كنت كل النهار اونلاين بس انت ما كنت. anyway ان شاء الله تكون مشغول لانك رجعت رديت مع بيك. هيدا رقمه ايميل بوسينة وباخر الميل صورتها اذا بتحب تعطيه لصاحبك. وما قلت لي شو اسمه صاحبك؟ سألتها لبوسينة وقالت لي انه ما عندها مانع تحكي معه على الانترنت. وبعدين لكل حادث حديث. انا هلا لازم سكر لانه وصلوا اخواتي من الشغل وما بدي يشوفوني على الانترنت، بيعملوا لي مشكل. اخواتي من هول الشباب المعقدين اللي بدهم اختهم تضل على طول بالبيت وممنوع تحكي مع حدا. anyway ببقى بخبرك عنهم غير مرة بس تطلع اونلاين. يلا باي. هيدا الايميل بدك اياه؟ فرجيني صورتها بالاول. واو لك شو حلوة. قلك مني احلى كادو جيل، موتو هوندا كاتانا 1100 مصفوف تحت بالكراج، بس ناطر مين يستعمله. ايه مبلا. انت خليها تقبل تشوفني وشوف اذا ما رح اوفي بوعدي. وعد شرف؟ اكيد. رح ضلك ابير اوف لاين هلا؟ لك ايه ما قلت لي احكيها، راسي عم يجاني. يمكن من السيجاره اللي نفختها امبارح. طب انا لكان رح ابعت لها ايميل. شو كان اسمها؟ بوسينة؟ ايه. لك هالاسم. خير؟ تليفون استجيل. يا عم ليش تعيط لي استجيل؟ عم فكرك عم تحكي حدا غير. تليفون من مين؟ من خير جاد. الو. هاي جيل. هاي جاد، بدك شي؟ هاي جيل، ما تسكر الخط، ضروري احكي معك. شو بدك؟ بدي اياك ترجع على البيت. انا ما عندي بيت. مبلا عندك بيت وعندك اهل يسالوا عليك. رح تبقى بزيت تياب اللي لابسهم لايمتى؟ رفيقك رح يصرف عليك؟ رح يوصلك على مدرستك؟ جيل، كبر عقلك ورجع على البيت. ولا بيي مش هو اللي بيطلب مني ارجع على البيت؟ ليه موكلك لإلك لتقولي لي؟ بيك سافر اليوم الصبح. اكيد شغله اهم من ابنه اللي تارك البيت. مش مزبوط. بيك طلب ينقل شغله على لبنان وهيدا كله كرمالك، بس القصة بدها شوية وقت. رضي بمعاش أقل بس حدا يضل حدكن أنت وخيك. امبارح راح ليسأل عنك ويردك على البيت ويخبرك شو قرر يعمل، بس ما لقاك. ترك لك مصاري لأنه خاف عليك تكون عايز شي. جيل، أنت صرت شاب واللي عم تعمله تصرف ولاد صغار. هيدا البيت أنت فيه قبلي. ما تخلي مشكل صغير بصير مع كل الولاد وبياتهم يخسرك حالك ويخسرك أهلك. رجع على بيتك جيل، رجع. لؤي عم يبكي. يمكن مستفقدين. لمين؟ لإيفا. مش يمكن تعودوا على وجودها كل الوقت؟ ليش بدهم يستفيدوا لإيفا؟ وبعدين إيفا هي موظفة مش فرد من العائلة، يعني بكرة إذا بده يوظف غيرها بصيروا يبكوا؟ خلاص رامي، خلاص حبيبي.
شو من غير شر؟ الليلة سهران كمان؟ نعم عندي شغل. إيه اوعى تتأخر على شغلك، بيكون شغلك ناطرتك على نار. ولك صفا روقي. ليك كيف صرت دايب ليك؟ هيدا اللي بده يصاحب صبية، بده يلحق لها. ويا مسكين هيئتك عم تقصر حتى عم تظهر مع شاب غيرك أصغر منك ومثل القمر. اسكتي خرسي بقى، لو ما كنتي مرت لسانك كنت قصيت لك ايه. انت ما بدك تسمع الحقيقة، أنا مطرحك بحط لها تحري راقبة وهيك بقطع الشك باليقين. بهيديك الأيام كانت النصيحة بجمل، هلأ ببلاش وما حدا عم ياخدها. خي شو اشتقت لك يا تختي. تفضل. حطيهم هون. بتريدي بعد شرستنا؟ لا ثانكس ريم، بوني. بوني. شو حلوة حياتي كانت قبلك يا نبيل. ليه قولي انك بتحبيني، قولي لي. بحبك عمورتي، بحبك وراح تضلي معي كل العمر للاخر. أكيد حياتي، ليش أنا مين عندي أغلى منك؟ وانا اول رجال بحياتك وعديني لين اني يكون الاخر انا. لين بقيت لك اذا بتخونيني ها. شو بك حياتي أبو دجاد؟ كتير عاطفي اليوم، عم نمزح. تعا عمورتي، تعا لقلبي، تعا.